بنت مين؟ بنت مين؟ وانت اسمه ايه البنت؟ هو في غيره يا بيه؟ يا راجل انت اسمه ايه ولا بيه بس يعني انت عايز اديني الامان يا بيه. ما تخافش يا سيدي. انت دلوقتي في النيابه ما حدش يقدر يمسك في شيء. قول. تلاوي بيه. تلاوي بيه. انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ معاك اي توديك اي اوراق الكلام ده؟ لا يا بيه، بس الناس كلها بتاخد منه والمركز والمديرين كمان عارفين. يا عبد السميع انت مسؤول يا ناس بريء والله بريء. يا راجل انت ولا مش خايف يا بيه وانا كنت اعرف وشرفك يا بيه لو اعرف كنت لك احسن في الرياح. يا بيه ده انا مأكل منها عيالي وده كلامك اشاره المستشفى الامني عشان تسدد. احبسوني بس ربنا يسترها مع الولاد. هنوز اهو قربنا منه. معترف بايه يا بيه؟ مش انت لسه قاعد دلوقتي على السميع اللي بتختار كل اللي جرالك يا بيه عشان انت جرت في المستورد. يا عم سمعت انت مسكوب اليه بيعك ايه؟ ما كنتش اعرف والله ما كنت اعرف. ما تشتروهم احبسوهم. هي الميه ما تجريش في العالي ولا الحكومه تسيب الحمار تحط في البردعه. اخرج راجل انت ولا حبيبتي؟ انا احبسني ماني محبوس يا بيه بس هو لازم تشلوه. لو في حد صح لازم تشلوه. ومين ده؟ هو مين ها؟ انت لو بيه رايح بالعقاب. شرفت علينا عارف الإشارة دي بتفيد بإيه يا عم؟ يا ابو شو بقى؟ دي بالعربي المنصفون علي الحرم شايفه بعربيته المرسيدس قدام الثلاجة أول امبارح. إنما معلش أنا اللي استاهل. يا ريتني سمعت كلامك يا أستاذ عبد المجيد. يا ريتني سمعت كلامك. راجع الحساب وتكليف وغرامة كفارة 5000 جنيه إن لم يكن مكتوبا على ثمن قضايا. يا خرب بيتك يا عبد السميع. يا خرب بيتك يا عبد السميع. يا خرب بيتك.